وحشتونا يا رب تكونوا بألف خير يا رب. النهارده بقى جايين بفيديو جديد وجديد من نوع كده، أكلة بورسعيدية معتبرة. وريهم كده يا محمد. معانا النهارده أكلة بقى إيه؟ قنبلة في الجون. رز بجمبري وأقراص جمبري، عندها بطريقة حلوة قوي. لو عايزين الطريقة برضه ابقى اقولها لكم كل تفاصيلها وكل تكاتها. تحفة تحفة تحفة. متشوق للأكلة دي جامد. طبعا يا جماعة تحدي ولا تجربة؟ أكلة. طبعا معانا الشوربة بتاعت الجمبري، هنحط عليها ليمون دلوقتي، والسلطة أتاك وأقراص الجمبري بالشبت فظيعة. وطبعا معانا الليمون عشان الشوربة. طبعا نسيت حاجة. إيه؟ قبل ما نبدأ متنسوش تحطوا اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان نوصل ل 500 ألف مشترك عشان نعمل حفلة جامدة. وما تنسوش برضو كمان تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. على أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. متنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وعايزين نوصل ل 500 ألف مشترك عشان نبدأ ونعمل الحفلة بإذن الله. وصلى على الحبيب عشان قلبك يطيب. عليه أفضل الصلاة والسلام. ابدأ. أعصر بقى الليمون. بحري برضه. بحري جمبري بلدي هو كده. ايه تحدي ولا ايه؟ تجربة، هم قالوا تجربة أكلة جديدة. هي دي أكلة يا جماعة مميزة في بورسعيد، قلنا نعملها ونطلع ناكلها معاكم. ايه رأيك في الشرب؟ تحفة. كمل. شايفين؟ جمبري. رز وجمبري بقى للي بيفهم والناس الأكيلة. مش أي حد بيحبه، مش أي حد بيطبخه. سلطة جمبري. شيل الليمون يا محمد. وحشتونا يا جماعة والله. وحشنا التصوير. معلش غبنا عنكم كده فترة غصب عننا والله، بس نوعدكم ان الفيديوهات لا ولا غبنا ولا حاجة. أسبوع بس. مدارس. مدارس. والتعليم يا جماعة، التعليم مهم يا جماعة. التعليم، ركزوا على التعليم.
التربية ثم التعليم. الاتنين دول، تربية ثم التعليم. علم وربي، وربي وعلم وكبر وأصل. طبعا لو كان تحدي كنت انا اللي هكسبك. أكلة خطيرة. بحري. متنسوش اللايك بس يا جماعة، لايك اللي يشاهد ادي اللايك. طبعا يا جماعة دي جمبري بالحباش. عاشت ايديك يا علي. الف هنا يا روحي. وعاشت ايد اللي قشر الجمبري. والله ربنا يخليها لينا. الست الوالدة ربنا يخليها لنا يا رب. ربنا يديها الصحة والعافية. ده خلاص دي بقى. انت هتاخد الديكور. طب دوقي كده الديكور مع الرز، ميكس رهيب. الديكور مع شوية رز مبروك. تحفة. عيب. الشوربة تحس ان هي شوربة سمك بوري. صح. مهم اوي يا جماعة ان انت تدي لكل حاجة وقتها. جمبري بارد. حلاوته جمبري الوسطاني حلو، ما تجيبليش جمبري كبير كده وتقوم عامله كده، لا كل حاجة ولها حاجة. وبعدين هو ليه مواسم عندنا في بورسعيد. ده ورق لوري يا جماعة، ورق لوري ليه مواسم عندنا هنا في بورسعيد. بيكتر قوي في السوق. بس بقى بتجيب بقى بال2 كيلو بال3 كيلو بال4 كيلو وقشر بقى معايا كبيبة على رز وجمبري. أكلة خطيرة. مش
رهيبة. شوربة شوربة ترجعك 20 سنة ورا، تصغرك 20 سنة. مج الشوربة ده بص، تشربه تشرب المج ده تصغر 20 سنة. شوف بقى، يعني تشرب 2 من دول ترجع بطن امك. فانا كفايه عليا ايه واحد من ده، ارجع بقى في اعدادي. شايفين يا جماعه قرص الجمبري؟ قرص الجمبري بيناديني، بيقول لي نزلنا البحر. بلدي كابوريا والجمبري والشكال. ليهم هبدة كده عندنا في بورسعيد، بيقوموا عاملين طفرة، تلاقوهم في السوق مليين السوق، والأسعار في متناول الجميع. الأسعار في متناول الجميع، يعني بيقولوا إيه، اللي ما كلش ياكل. أكلة تقيلة. أكلة تقيلة لا ننصح للقلوب الضعيفة، لا ننصح بالقلوب الضعيفة أكل هذه الأكلة، حتى لا يعرض حياته إلى الخطر. أنا في بقي ورق شجر. انت مش شايفه؟ لا ورق. قولوا لنا رأيكم يا جماعة، قولوا لنا رأيكم، قولوا لنا رأيكم. قولوا لنا رأيكم. طب بلاش في جمبري بقى اسمه الليف، ابو الليف، جمبري ابو الليف ده صغير. صغير قوي، صغير قوي ده بتاع الصيد ده. جيبوا نحطوا طعم. مش هو ده وسط، ده وسط. الصغير ده بقى اللي هو ابو الليف ده بياكلوا ايه بقى؟ الدنيس اللي كنت جايبه من كام يوم.
تيجي تشوي الدنيساية، تجيبها بس الدنيس اللي هو بتاع الكنال، الدنيس بتاع البحر الأبيض المتوسط. تقول للراجل ايه اشوهولي، تقصش عليه في الفرن نص سوا كده، عشان لما تيجي تقشرها تلاقيها زبدة معاك. تيجي بقى تفتح بقى الدنيساية، تفتح الدنيساية، أخدت بالك؟ تيجي تبص تلاقي في قلبها ايه؟ في قلبها جمبري. بص تلاقي في جنبها، تعرف إن البياع ده ايه؟ تمام وعلى المظبوط. سمكية كنال بلدي مش مزارع، ده الجمبري في قلبه. الجمبرية دي بقى تحت المية طلقة، انت متعرفش تشوفها بعينك حقيقي. سريعة جدا الجمبرية دي، صواريخ. الدنيساية بقى دي اللي هنفيع، سبحان الله، ربنا مهيئ لها بيئة ومهيئ لها جسمها إن هي تبقى أسرع منها. عشان تبقى في متناولها. ثانية تجيبها. طعمه بقى أكل الملوك ده جمبري. وانا عايش بعد حسيت في صدري. طبعا يا جماعة كمية كبيرة. وانا سندت ظهري اهو. باين نزلت شيب. طبعا يا جماعة البحريات عامة، المأكولات البحرية عامة بتبقى أكلات خفيفة على المعدة، يعني مش اللي هي بتبقى فيها صعوبة في الهضم. عامة السمك والمأكولات البحرية بصفة عامة بتبقى خفيفة على المعدة، يعني مهما أكلت ودوست فيها متقلقش. سريعة الهضم. وبكده يا جماعة أنا اكتفيت. ما انتش قادر. وانا كمان ما عدتش قادرة خلاص. خلاص كده بنيني فيديو النهاردة، ونشوفكم في فيديو جديد أحلى وأحلى. الأكلة دي احنا بنحبها وبنعملها على طول، فقلنا نطلع نقول لكم على الطريقة. آسف قلت لهم على الطريقة اكتبها لكم في الوصف، في صندوق الوصف. تكتبها لكم في صندوق الوصف. اللي عايزها اكتبها لكم. سهلة جدا 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 وهتعجبكم أوي أوي أوي، حلوة مفيدة جدا. متنسوش بس اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما ننزل حاجة تشوفوها أول بأول. تقولنا كومنتات، أفكار، اعرضوا علينا أفكاركم، شجعونا، ما تبخلوش علينا باللايك والمتابعة. نشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.